بعد ما اتنقل كليني لعالم اخر يعمموا السحر والتعويذ وارتباطه بمذكره قويه جدا وخطيره. ده دخل العرفون لامساك بتلك المذكره ولكن باقت بالفشل، ويقابله كلين وبيكون مرتبط بالمذكره ويقول له تعالى انضم لينا ونحارب الشر مع بعض، ويوافق. يا ترى اللي هيحصل، وهل يا ترى هيقدر كلين يصبح خارقا مثلهم ام لا؟ علشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تنساش الاشتراك في القناه ولايك الجميل على الفيديو. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. ما نشوف كلين راح مكان الشرطه ولكن بتكون حانه وبيتكلم مع صاحب المكان، بيقول انا عاوز اجر فريق من المرتزقه. بيقول له مين قال لك تيجي هنا؟ وبيقول له داني سميث. بيقول له تعالى ورايا ويدخله مكان وبيعبر عن مصعد، وينزل المكان داني سميث وبيخرج ليه منه وينزلوا المقر وبيكون في العديد من مستخدمي القدرات. بيوصل لمكتب داني سميث وبيوقع على العقد وبيقول له انت كده بقيت من النايت هوك واحنا هنبقى متخفيين وانت ممكن تفقد السيطره على قدرتك. وبيدوله شمعه بيقول له تعالى ورايا وبيدخلوا مكان موت اعضاء النايت هوك وبيكون في العديد من القبور. الخروج عن السيطره هو ما قتلهم، بيقول له البشر قدروا يحصلوا على قدرات بصناعه الجرعات للوصول للدروب، والدروب هي لكل جرعه مسار وقوه معينه والتي تتحدث عنها راجل مشنوق وكنيسه غاديس لديها الجرعات من التسلسل التاسع الى 4 دروب، ضرب الازرق الكامل وجمع الجثث والمتطفل الغامض والعراف. هذه الجرعتين متفوقان في التصوف لكن ضعاف في الهجوم. بيقول لدينا التسلسل التاسع هو العراف فقط. بيقول له ما تكررش دلوقتي، روح عند نيل في غرفه الخيمياء هو هيساعدك على اتخاذ القرار. وبيمشي كلينو بيفكر يختار انهي تسلسل، المتطفل الغامض ام العراف. يدخل غرفه الخيمياء وبيقابل نيل العجوز. بيقول له نيل رتب الكتب وتعالى نلاقي شويه كتب، وبتكون كتب الامبراطور روزيل لاكثر من 150 سنه مفيش حد عرف يفك الرموز، لكن لو فكينا شويه حروف منها تطلع مذكرات وياخدها كلين وبيعرف يقراها بسبب لغه الام. المفتاح الى الجرعات ليس اتقانها بل استيعابها، ولا يتعلق الامر بالاستفاده من قوتها بل الفعل. اسماء الجرعات ليست رمزيه في جوهرها لكنها صوره ملموسه ومفتاح الاستيعاب. وبيكون الامبراطور اختار ضرب اخر غير العراف ومتطفل، وادرك متاخرا انهما الخياران الانسب. بيقول له نن انت بتفكر في ايه؟ بيقول له انا كنت بحاول افك الرموز. بيقول له انا قررت انا اختار ايه، انا اختار ضرب العراف. وبيقول له انت متاكد؟ انت ما ينفعش ترجع في كلامك، لو انت خدت الجرعه مش هتعرف تغير الضرب تاني. بيقول له كلين انا هطبع قلبي، ويبدا نن في صناعه الجرعه ويخلصها ويديها لكلين. بيقول له لا تتردد ولا تخف، كلما كلكت اكثر ابتلعت الجرعه بشكل اسوأ. ويبدا يشربها وتبدا الجرعه تندمج مع جسمه ويسيبه الدوار. وبيقول له لين ركز شويه وكون هادي وتخيل حاجه بسيطه، وبتخيل قبعه ويقدر يتحكم في قوته. بيقول له تخيل حاجه مش موجوده في هذا العالم. ويبدا كلين يفقد السيطره ويتخيل العديد من الاشياء ويتكسر البيت ويتخيل صاروخ، وكان بيتخيل الكوكب بيتصدم بكوكب الارض لكن يقدر يتحكم في قوته. وبيشوف نن بطريقه غريبه وتكون دي بتسمى رؤيه الروح، ويقدر يعرف صحه الشخص الذي يقف امامه ويعرف برضه مكان الروح لكن بيفرط في استخدامها. بيقول لو انت مش عارف تتحكم فيها انقم بين حاجبيك مرتين هي هتقف. وبيديله العده بتاعته لسيد الشياطين. وبيروح لداني سميث بيقول له انا سمعت انك كنت كويس في التحكم بقوتك، عاوز اقول لك حاجه، لا تتطفل على الاشياء لا يمكنك التدخل فيها لانها تجلب الاذى والخطر. بيروح يشتري الاول عصايه ليه، وبيكون كليني ماشي بيقابل ليو بيركب معاه وبيقول له احنا هندور على طفل مفقود، ويدعى اليوت وابو شغال بتاع مخدرات. وبيقول له كليني مش احنا بنصيد الشياطين، بيقول له احنا شركه امنيه متخفيه، وكمان هو كان زبون منتظم عندنا. ويديله لبس اليوت. بيقول له انا عاوزك تعرف مكانه. وبيخرج كليني عصا الاستبصار بيدور على اليوت ويقدر يلاقي مكانه، ويحدد كليني الاتجاهات. لما يوصل لمكانه ويدخلوا البيت ويلاقي كليني مكانهم وبيكونوا 2 ومعاهم اليوت. يكسر ليو الباب ويهجم عليهم ولكن بيضرب واحد النار لكن بيتفادى الضربه، لكن بيهجم عليه وبيمسك السلاح ويطيره. وبيهجم التاني عليه لكن بيراوغ ليو ضرباته ويضربه في وشه ويفضل يضرب فيه ويديله بوكس بيطيره. ويجي كليني ويفك اليوت وبتظهر ريشه غريبه وتختفي. ويبدا الخاطفين يحصل لهم حاجه غريبه ويندمجوا مع بعض ويكونوا وحش مخيف. وبيهجم على ليو بيهرب منه، يفضل ليو يراوغ ضرباته وبيهجم عليه لكن بيهرب منه الوحش. بيقول له ما تخلوش يهرب يا عراف. ويدور كليني عليه ويفضل يهرب لكن بيهجم عليه فجاه، لكن يقدر كليني يضرب النار عليه وبيهرب منه الوحش ويطير بره، لكن بيفعل ليو قدراته وبيسحب الوحش ناحيته ويقول طقوس منتصف الليل ويقتل الوحش ويرجعه اليوت. وبيكون كليني بيشعر بحاجه غريبه في المكان، لكن هو ازاي حصل على جرعه بيوندر؟ انا مش بحب اتعامل مع بيوندر فقد السيطره. وبيقول له كليني اشمعنى؟ وبيقول له انت محظوظ انك قابلت واحد منهم. وبيمشي كليني وبيكون وصل للبيت وبيفتح الباب لكن بيلاقي نفسه رجع المبنى تاني، بيلاقي باب تاني فتح وبيلاقي مذكره اندونغسو لكن بيكون حلم. وبيجهز نفسه عشان يروح لبيت المجاور الاختطاف. وبس كده يا ترى اللي هيحصل، وهل يا ترى هيقدر كليني يلاقي مذكره؟ ده هنعرفه في الحلقه القادمه. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل على الفيديو.